في زمن السوشيال ميديا كل حاجة بتتغير. إيقاع الحياة سريع جدا وكل حاجة بقت مختلفة، لكن صوت مدرج التالتة يمين هو اللي ثابت ودايما عالي. توارث الأجيال مش مجرد فكرة، توارث الأجيال بيحصل من جيل للتاني. الجيل اللي الناس كلها بتقول عليه هو جيل السناب شات والتيك توك، لكن هو في المدرج هو جيل الشغف والروح والانتماء لنادي الزمالك. الشباب النهاردة اللي موجودين معايا من أهم الناس اللي أنا كنت عايز أقعد معاهم وأتحاور معاهم، لأن هم موجودين وظهروا في مدرج التالتة يمين وحضروا وقت مهم جدا، وفي نفس الوقت هم دول اللي هيكملوا وهيشيلوا الراية وهيكملوا الإرث بتاع مدرج التالتة يمين وجماهير نادي الزمالك. الشباب اللي موجودين دول اللي بيجمعهم ان هم زي ما الناس بتقول كده هم جين زي، لكن رتم حياتهم مختلف عننا ومش عارفين يعني احنا اللي اتأخرنا ولا هم اللي سبقونا جامد. لكن ايقاع حياتهم السريع ده وقت لما بيبقوا في المدرج كل حاجة بتقف. لما بنبقى موجودين في المدرج مفيش فرق ما بين كبير او صغير، كلنا واحد وكلنا هدفنا نادي الزمالك، ودايما البوصلة بتاعتنا متوجهة لاتجاه واحد وهو نادي الزمالك. اللي بيجمع الشباب دول ان هم كانوا موجودين في قلب التالتة يمين وحبوا نادي الزمالك وشجعوا نادي الزمالك، والموسم اللي فات تحديدا اللي كان ملحمي لجماهير نادي الزمالك وانتهى بتتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري هم برضو كانوا حاضرين فيه. عشان كده هم هيبقوا موجودين معايا النهاردة وهنسمع حكاياتهم مع الزمالك. تعالوا نشوف الزمالك بعيون المستقبل والكورفا سود. اول ضيف معانا النهارده هو عمر زيزو. ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله. كلمني بقى، عرف الناس مين بقى اللي قاعد معايا. انا عمر احمد عبد العزيز، هخش ثالثه جامعه ان شاء الله يعني بعد الاجازه دي ما تخلص. بقالي بشجع الزمالك تقريبا 12 سنه. بس لا هي قصه انا عارفها، يعني انا حضرت القصه من بدري، يعني انا حضرت قصتك من بدري. طيب حلو، نفك الدنيا بقى شويه ونتكلم ايه على كاس العالم. ماشي. ايه رايك؟ يعني ما كانش اقوى كاس عالم انا شفته بصراحه، بس برضو كانت في فرق يعني أدت عملت مفاجآت إلى حد ما، مش شرط تكون وصلت لأدوار بعيدة بس عملت مفاجآت. بس وأنا شايف إن البطل يستحقها، يعني أسبانيا أقوى فرق يعني. النتيجه منطقيه يعني. بالظبط. طيب كويس، حلو الكلام ده. نرجع بقى ايه للزمالك، نفتكر بقى كده ايه شويه حاجات مع الزمالك. والفكره ان انت اصلا معظم الحاجات دي انا حضرتها فانا عارفها. اول ماتش انت بقى حضرته في الاستاد يا عمر كان ايه؟ اول ماتش اصلا ما كانش الزمالك يعني. اصلا كان ماتش السوبر الاماراتي، كان ملعوب في استاد الدفاع الجوي. ما بين الجزيره ومش فاكر كان مين بصراحه، بس الجزيره يعني والوحده اعتقد يعني. الجزيره والوحده. بس وانا اصلا ما كنتش مهتم بالكوره في الفتره دي، يعني رايح بس يعني عشان كانت اجواء وحاجه جديده وبتاع. بس لما اتفرجت على الماتش لا قلت يعني ليه لا بقى، يعني الفرقه اللي انا بشجعها يعني اروح الاستاد. يعني حتى وانا كنت بدات اشجع ما كنتش لسه بدات رحت الاستاد لسنتين. وهي المشكله برضو كمان ان وقتها كان كانش فيه جمهور، يعني كانش فيه جمهور. طيب واول ماتش بقى دخلت فيه الاستاد للزمالك؟ تقريبا كان ماتش الزمالك والمقصه 2017 انا فاكر. وقت الكشوفات والحاجات دي. اللي هو ما كانش فيه، كانت بالاسامي بس كده، ما كانش فيه تذاكر. كنت معاك انا اليوم ده. انا فاكر كنت انا معاك اليوم ده. حلو. احساسك ايه بقى اليوم ده واحساسك ايه يوم ماتش سيراميكا؟ يعني طبعا هو فرق رهيب، لان خلاص يعني في الاول برضو انا كنت لسه صغير، الحميه بتاعت الكوره دي ما كانتش لسه عندي، لسه بكتشف. حتى لو كان الزمالك خسر الماتش ده انا فاكر ما كانش بنفس الزعل اللي بزعله دلوقتي. غير طبعا وجود الجمهور، طبعا دي حاجه مختلفه، لان انا اصلا كان اليوم ده كان لسه حوالي 100 بني ادم اللي بيحضر اخره. كان لما كانوا بيزعقوا كنت بحس ان ده كده صوت، عشان كانت بالنسبه لي انا كنت صغير برضو. لكن طبعا مع مرور الوقت بقى ولما حضرت ماتش الجمهور وبتاع عرفت ان ده طبعا يعني ولا الهوا.
طب اول ماتش الجمهور كان ايه؟ كان ماتش الزمالك والترجي 2020. السيمي فاينل. لا، ربع النهائي. كان ربع النهائي. اه ربع النهائي، وبعدين لعبنا الرجاء، صح؟ الماتش الرجاء، اللي كان هنا اللي ما كسبناه. هو البطوله دي كلها كانت هتمشي بنفس السيكونس وبجمهور وكله، بس كان وقت الكورونا. اه الماتش ده كان وقت الكورونا. بس انا اصلا يعني الماتش ده بقى انا يعني طبعا كان ماتش عالمي وكسبنا وكل حاجه، بس انا يعني كنت مرعوب بقى من الصوت. كنت اول مره اشوف بقى يعني الجمهور. وبرضه سيناريو الماتش ماشي ان احنا كنا ماشيين وحش في الاول، بعد كده جون التعادل بتاع اوناجم حتى هو جري انا على فاكر الجمهور. كرة اوناجم دي، احنا كلنا كنت انا وباباك اللي هو شوط. المدرج كله قال شوط. لا، وهو نفسه اصلا هو جري على الجمهور، اللي هو حاسس ان هو اول مره يلعب بقى وسط جمهور. كان شباب اول زي مره يبقى الوداد. فيه حضور جماهيري ساعتها، بالظبط. لكن الحضور في ماتشات افريقيا بس. بالظبط. زي الوداد، هو حس يعني ان هو اول مره بقى بيلعب لفرقه جماهيريه. حتى الماتش اتقلب وكسبنا بجون بن شرقي بعد كده وضربه جزاء محمود علاء. بس وصعدنا الحمد لله. والباقي ده كان اول ماتش ليك، ماتش جماهيري. جماهيري. ماتش الجمهور. وبعد كده بقى ايه الحكايه فتحت بقى خلاص. حضرت كتير يعني. بالظبط. لا انا شاهد يعني، انت مش تعرف تلف، انا شاهد على الماتشات دي كلها. هسألك بقى سؤال يا عمر، ايه الفرق بالنسبة لك ما بين الفرجة في التلفزيون وما بين الفرجة في قلب التالتة يمين والاستاد؟ يعني هو انا في الاول ما كانش فارق معايا موضوع الاستاد ده، يعني كنت بتفرج في التلفزيون وخلاص وبعصبية وبكل حاجة مع بابايا. بس في الاخر يعني طبعا هي حاجة مختلفة، لان انا 90 دقيقة مهما كان الزمالك خسران، يعني الناس اللي انت قاعد حواليهم بيحسسوك دايما ان لسه في امل. وبتحصل في ماتشات كتير. أيوة طبعا طبعا. مش 100%. ايوه طبعا. بس في ماتشات كتير حصل فيها كده. ومش شرط ان الماتش اللي قدامك يكون ماتش نهائي او ماتش يعني على دوري، علشان ماتش عادي، ماتش اعتيادي في الدوري بالظبط. يعني. ممكن يبقى ماتش اعتيادي وحتى انت خرجت من المنافسة، بس ممكن يبقى في حماس والناس كلها يعني شايفة ان لا، طالما انا في الملعب يبقى انا لازم اجيب اخري علشان الزمالك يكسب. انت فرجة التلفزيون دي، انا افتكر حاجة انت ممكن انت ما تفتكرهاش اصلا، باباك اللي يفتكرها. احنا مرة كنا بنتفرج على ماتش للزمالك وحرس الحدود زمان، من حوالي مثلا اكتر من 10 سنين. الزمالك كسب بجون عمر جابر. انت بالظبط كل اللي انت بتعمله ان انت عمال تجري حوالينا ومش مهتم باي حاجة بتحصل في التلفزيون ولا فارق لك، اللي هو يا عم طب اقعد اتفرج، لا مفيش. بس دلوقتي لا خلاص، انت كتفك في كتفي يعني في التالتة يمين، فخلاص. انا فاكر الماتش ده انا اصلا كنت لسه راجع من المدرسة. وطبعا ما كانش لسه بقى عندي تليفون ولا اي حاجه، وحتى كانوا مانعين من التليفون في المدرسه. فانا راجع والشوط الاول كان خلص اساسا، فانا ما اعرفش اي حاجه، فراجع اللي هو انا عايز بقى ايه. كان اول ماتش في الدوري تقريبا. كان حاجه كده. كان في بدايه الدوري، كان من غير جمهور برضه. حتى الجون بتاع عمر جابر نفسه كان صعب يعني. الكوره جون صعب قوي اصلا. حرج ينطلق يتقدم يتغول يمرر طويلة شوية، لكن على طول لحقها أيمن وعايز يجيبها على رجله. اتلعبت العرضية، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، خادعة قاتلة، يعني كورة فيها كل الكلام، كورة فيها كل حاجة كل حاجة. عمر جابر. فبس يعني اللي هو ايه، كان بالنسبة لي ان هو كده خلاص انا خدت نفسي، يعني النهاردة الماتش كده اتحل يعني. طيب ماشي، حلو الكلام ده، حلو. ايه احسن ماتش انت شايف ان انت حضرته في الاستاد وكنت مبسوط فيه؟ احسن ماتش ممكن بيراميدز بتاع 1-0 السنه دي في بيراميدز الدوري. الدور الثاني. الماتش ده كان خطير يعني، كانت اجواء خطيره في وما كنتش متوقع يعني. انا حضرت نهائي الكاس برضه البيراميدز، وطبعا كانت اجواء مش طبيعيه ونص نهائي. بس هو الماتش ده مش عارف، انا حسيت بالجمهور بكله، الناس كانت هتنفجر من الفرحه بعد، لان خلاص احنا كنا بننافس، يعني بننافس على الدوري بالظبط. اللي هو خلاص احنا في مرحله الدور الثاني بننافس. كان انت خدت 6 نقط، وكان لسه منافسين لسه كان في ناس ما لعبوش وبتاع، فيعني كان انت بتحط رجلك. لا بنحط رجل. طب بما انك كنت شاهد على الموسم اللي فات، ايه بقى الماتش اللي انت حسيت فيه ان الزمالك فعلا بينافس على الدوري ويقدر ياخد الدوري؟ هو السنه اللي فاتت طبعا يعني ما كانش حد حاطط ان الزمالك ممكن ياخد الدوري. طبعا هو الجمهور بينه وبين نفسه يعني ما بيحبش يفقد الامل، بس طبعا بيبقى عارف ان موضوع صعب، مستحيل الزمالك ياخد الدوري. بس انا يعني دايما كنت شايف حتى بعد ما رجعنا من كاس الامم ان احنا طبعا اضطرينا نبيع لعيبه وبتاع، بس الماتش اللي رجع الامل تاني للجمهور وحس ان الفرقه دي عايزه تعمل حاجه هو ماتش زد. ماتش زد اللي كسبنا فيه بجون احمد ربيع.
الماتش ده برضو كان حضور الجمهور كان قوي جدا بالظبط. يعني كان حضور كبير. ده الماتش اللي انت صدقت فيه ان الزمالك لا يقدر يعني ينافس احنا نقدر. طيب حلو جدا يا عمر. احنا عارفين دايما يا عمر ان معظم الوقت الزمالك عنده ايه؟ مشاكل ماديه، لعيبه بتمشي، القيد موقوف، يعني مفيش حاجه بتبقى ايه، مفيش موسم كده بيمشي اللي هو يا ده الموسم ده كان سهل قوي. ايه اللي بيخليك دايما رغم الظروف دي كلها ورغم المشاكل انت مش بتفقد الشغف ودايما مصدق ودايما بتشجع الزمالك؟ يعني زي ما انت قلت، يعني هو الصعوبة دي اصلا اللي بتخلق الفرحة او اللي بتخلق الانتماء لينا اصلا في اي بطولة الزمالك بياخدها. بتخلي الفرحه مضاعفه، يعني فرحه مش عاديه. بالظبط، يعني حتى مش شرط اهمية البطولة، يعني انا ما شفتش بنفسي بطولة افريقيا تمام، بس انا فرحتي بالدوري السنة دي دوري 21 و22، حتى الكاس اللي خدناه نهايه الموسم نهاية اللي قبل اللي حتى فات هو كان موسم صعب جدا بالظبط. ومدرب مؤقت وبتاع، بس الناس بتخلي يعني دايما يعني المشاكل اللي بتحصل للزمالك دي بتلاقي ان الجمهور تاني ماتش كانه بيوصل رساله للعيبه اللي لا احنا احنا في نازلين. ظهركم احنا بنقويكم، بالظبط. ما يعني ما تحطوش في دماغكم اي مشاكل، احنا ناسيين المشاكل، احنا في المدرج عايزين نوقف الزمالك على رجله. بالظبط. وبصراحه برضو ان انا بروح الاستاد دي حاجه برضو زودت عندي موضوع الانتماء ده. طبعا ما فيش حد بيسيب فريقه، بس بيبقى عصبيه بتاع زهق، تاني يوم تصحى يلا يا جماعه عايزين انا نشوف لا ده أخبار بقول لك ايه، الزمالك. احنا من صغرنا كده يعني انا بالظبط. لما كنت حتى اصغر منك لا انا مش هاجي الاستاد تاني. تاني يوم الصبح بتبتدي تظبط بقى انت الاسبوع اللي جاي واخبار وصفقات. خلاص بقى تعرف. بس زمان بقى يعني زمان كانت قصه الاخبار والصفقات دي كانش لسه في سوشيال ميديا. مفيش بقى تليفونات اصلا، ده من الجورنال. احنا كنا بنعرف ان الزمالك مضى لعيب ممكن يشوف في الملعب عادي جدا يعني. طيب بمناسبه المدرج بقى، وبما انك برضو الموسم اللي فات ده يعتبر كان موسم يعني تاريخي لنادي الزمالك في مدرج الثالثه يمين تحديدا، ايه اكتر اغنيه عجبتك او اكتر اغنيه بتحمسك وانت في قلب الثالثه يمين؟ سواء اغنيه جديده اغنيه قديمه، الاغاني اللي انت بتحبها يعني. هو انا طول الوقت تشجيع في الاستاد كانت الكورف سود اكتر اغنيه انا بحبها، بس اغنيه سمعنا يا عم الحدوته السنه دي دي كانت الترند، صراحة دي كانت هي دي رائعه، مع اني ما كنتش بحبها في الاول الصراحه يعني. بس لا يعني حسيت ان هي الاورا بتاعت السنه دي، يعني هي اللي احنا داخلين بيها ننافس يعني دايما بتلعب الخصم في اي وقت. واحلى حاجه ان الموسم انتهى والناس كلها سمعت الحدوته. بالظبط يعني طبعا غير ان هو طبعا يعني عملوا عليها التريقه وبتاع بس ولا اي حاجه، الناس سمعت الحدوته والزمالك كان بطل الدوري بس عادي جدا. ماشي طيب نخرج من الاغاني ونروح للدخلات. يعني ايه الدخلات اللي انت عجبتك الموسم اللي فات او الدخلات اللي انت حبيتها عامه يعني من اول ظهور الوايت نايتس والدخلات في الثالثه يمين؟ يعني يوم نهائي الكونفدراليه انا كنت رايح شفت ان الكراسي اللي مش هيبقى فيه ناس قاعده عليها اصلا كانت ملزوق عليها ابيض واحمر تمام. فانا كنت بقول لبابايا ساعتها هو هيبقى الاستاد كله، فطبعا احنا ما كناش فاهمين لسه، بس لما الدخله اترفعت انا ما صدقتش يعني. انا فضلت ربع ساعه بصور في الدخله بس ومش فارق معايا الماتش يعني. طبعا ركزت مع ضربه الجزاء والكلام ده كله، بس كانت بدايه الماتش مش طبيعيه يعني. الدخله بالناس، حتى اصلا الجمهور اللي جنبنا كان واقف بيصورها جمهور يعني اتحاد العاصمه كان ماتش اتحاد العاصمه دخلت انا الزمالك بالظبط. لا يعني بصراحه كانت احلى دخله انا شفتها يعني، وكمان بسبب صعوبتها كمان لان هي مش على الاستاد كله. على الاستاد كله يعني. طيب والدخلات القديمه؟ الدخلات القديمه السنه دي احنا عملنا دخلات كتيره قوي، بس برضو دخلت ماتش بيراميدز بتاعت البطوله هاتوها كانت بالنسبه لي حلوه قوي يعني. حاسس الرساله يعني ليها معنى واللعيبه نفذتها يعني في اللي هي انت الفكره ان الدخله بتبقى مناسبه لاحداث الماتش بالظبط. ولما الماتش بيخلص بمكسب الزمالك انت بتحس ان كل حاجه خلاص، كل حاجه تمام، الجمهور شجع والدخله كانت لايقه على الماتش واللعيبه عملت اللي عليها، فكل حاجه بتبقى حلوه. بالظبط. حلو جدا يا عمر، عقبال السنه دي بقى ربنا يسهل يا رب. طيب في الاخر بقى عمر كلمه اخيره كده، يعني انت شايف السنه الجايه الزمالك رايح فين، وكلمه للزمالك ومستني ايه من مدرج الوايت نايتس الموسم الجاي؟
السنة الجاية مش هتكون مختلفة كتير عن السنة دي في صعوبتها طبعا، لأن انت خدت الدوري وبقيت بطل، لكن انت لازم تكمل بنفس الشغف ونفس العيلة، تمام، في المدرجات بالذات. ونحول بقى الكلام ده في ماتشات أفريقيا، يعني الماتشات اللي على أرضنا، مهما كان خصم أقوى أضعف، كامل العدد، مدرج كامل العدد. 9 نقط هنا، تصعد باذن الله ربع نهائي، نص نهائي، نهائي، ايا كان باذن الله ناخد البطوله يعني. طبعا صعب، تمام، بس احنا خدنا اكزامبل ليها السنه اللي فاتت طبعا. وماتشات الدوري كمان بتبقى محتاجه نفس اطول، حتى ماتشات النوك اوت انت لو ضغطت لعبت ماتش تكتيكي بالجمهور كده ممكن تعدي. بالظبط، بس لازم انت المينتاليتي بتاعتك في الملعب انا نازل اكسب، بغض النظر على بره ايه اللي بيحصل بره الملعب، بالظبط، هنتكلم فيه بعدين. افصل. بالظبط زي ما حصل السنه دي. ماشي، مستني ايه من الوايت نايتس الموسم الجاي؟ طبعا يعني دخلات جديده، ده كده كده يعني ده اول حاجه انا هستناها. بس طبعا بقى يعني نحول استاد القاهره لرعب بقى، يعني البطوله اللي احنا بقالنا كتير قوي مستنيينها وانا طبعا ما شفتهاش للزمالك طبعا. لا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يكرم يا الزمالك رب. ونشوفها. فبس وكده كده مش محتاجين توصيه، بس يعني طالما انت قلت يعني ان شاء الله ان شاء الله نحاول ننافس ونكسب البطوله دي. يا رب ان شاء الله يا ان شاء عمر. الله. انا متشكر جدا ومبسوط جدا ان انت أنا كنت معايا مبسوط النهارده. والله. شكرا يا عمر. العفو. الضيف التاني اللي معانا هو عمار مصطفى طبلة، ابن الكابو التاريخي لجماهير نادي الزمالك وللوايت نايتس. ازيك يا عمار؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. كله كويس؟ الحمد لله. كلمني بقى، ايه، عرفني بقى بنفسك. انا عمار مصطفى طبلة، عندي 14 سنة، في سنة تانية اعدادي. طيب حلو، جبت نتيجة حلوة؟ الحمد لله. نجحت يعني؟ كويس. لازم. الحمد ماشي. لله. كنت بتتفرج على كأس العالم؟ بس مش اللي هو مش ليه بقى؟ متابع قوي، بقاش معايا وقت، ببقى فاضي، ببقى رايح مشاوير، بجيب حاجات كده. ماشي. طب والوقت اللي اتفرجت فيه ايه اكتر فرقة عجبتك؟ النرويج. عشان هالاند؟ لا، الفرقة مظبوطة واللعيبة كويسة ونظامهم الغذائي حلو وبيلعبوا بنظام. وهالاند كمان كان كويس السنة دي، وأول سنة يدخل كأس العالم، وكان كده بقى. طيب كويس، انبسطت يعني من النرويج وبتحب هالاند. بتشجع مانشستر سيتي بقى ولا ايه؟ لا، بشجع الريال. ريال مدريد، طبيعي يعني معظم جمهور الزمالك بيشجع ريال مدريد. ماشي يا عم عمار، بتلعب كرة ولا موقف؟ لا، موقف. ليه كده؟ كنت موقف عشان المدارس والامتحانات. ودلوقتي هتكمل بقى في الأجازة؟ ان شاء الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله تكمل، بص تبقى اجمد لعيب في الدنيا ونشوفك بتلعب في نادي الزمالك ان شاء الله. ماشي يا عم عمار. احكي لي بقى، مع ان السؤال ده يعني المفروض انا ما اسالش السؤال ده، بقيت زملكاوي ازاي بقى؟ انا اول ما بقيت مثلا عندي بتاع 7 سنين كنت بتفرج على فيديوهات بابا. بس ما كنتش بتفرج على الماتشات قوي، كنت بس بلعب كوره في الشارع كده مع اصحابي، بس كنت بتفرج على الفيديوهات. كان نفسي ابقى اروح الاستاد. جيت 2022 رحت اول ماتش ليا، كان قدام انبي. ماتش انبي، ماشي. كان يوم عيد ميلادي، كان 21/6/2022. حلو. ده كان اول مره تروح الاستاد. وبعد كده انطلقت بقى. صح. خلاص انا بقيت بشوفك في استاد قناه السويس، وبشوفك في السلام وبرج العرب، في كل حته. خلاص بقى بقيت منطلق ورا الزمالك في كل حته. فرجه الاستاد احلى ولا فرجه التلفزيون؟ الفرجه في البيت ببقى مثلا قاعد مع نفسي ومتعصب، لكن في التالتة يمين بيبقى بنشجع، محدش بيتفرج. وكل الناس اللي حواليك كلهم زيك. كلنا اللي هو بنشجع، وزي ما يحصل زي ما تيجي. فرحنا ادينا مع بعض، اتضايقنا وزعلنا ادينا برضو مع بعض، بس بنعمل اللي علينا وبنشجع 90 دقيقة. حلو، بتعمل دورك يعني. ماشي. خسرنا كسبنا زي ما مش مشكلة، انت بتعمل دورك وبتشجع الزمالك وخلاص. طيب ايه احلى ماتش بقى كنت انت مبسوط فيه في التالتة يمين وانبسطت ان انت كنت بتشجع وبيمثل لك ذكرى حلوة والزمالك كسب؟ نهائي الكونفدرالية 2024، ماتش نهضة بركان. كان الماتش ده كان رهيب من اول اليوم، واحنا مركزين في الدخلة. ده دخلة كابتن ماجد اليوم ده. وفي اليوم ده كان يوم حلو، ولما كسبنا على الاحتفالات كانت جميلة، وكان كل حاجة ماشية. اليوم كله كان حلو. وانت شجعت وانبسطت يعني. طيب عقبال بقى الشامبيونز ليج بقى ان شاء الله. يا رب يا مسهل. هنروح بقى شويه يا عم عمار للاغاني. الاغاني بتاعت المدرج واغاني الوايت نايتس. ايه اكتر اغاني انت بتحبها للوايت نايتس؟ تحب ان انت تقولها
او تحب ان انت حتى يعني لما تتفرج على فيديو ولا حاجه تسمعها؟ كورفا سودو سمعنا يا عم الحدوته. اه طبعا ترند، سمعنا يا عم الحدوته سمعنا يا دي عم خلاص الحدوته بقى. كانت اول مره قلناها، كان في ترحال اول ماتش في السيزون كان قدام سيراميكا. اه في صدق قناه السويس. آه. واتقالت برضو تاني قدام الاسماعيلي في نفس الاستاد. بس بعد كده الموسم كمل الشويه الاخرانيين بقت خلاص ترند، مصر كلها عايز تسمع الحدوته. وسمعنا الناس الحدوته وخدنا الدوري. جدع. لسه احنا في موضوع الاغاني يا عمار، ايه اكتر اغنيه قديمه انت بتحبها ومين اللي كان بيقولها؟ خلي بالك بقى انا مركز في السؤال ده قوي، قول لي. ولا يا زملكاوي بتاعت الكابو مصطفى طبلة. سلام، طبيعي، ما انت ما ينفعش تقول غير كده يعني. الاغنيه دي كانت عظيمه يا عمار، يعني انا عايز اقول لك ان استاد القاهره كله لو في 100,000 ال100,000 هيغنوا ويقولوا ولا زملكاوي. طيب ان شاء الله هنسمعها قريب يعني. ان شاء الله. ان شاء الله هنسمعها في قلب المدرج. قول لي بقى يا عم عمار، ايه اكتر دخلات عجباك او عجبتك سواء قديمه او جديده من الوايت نايتس؟ بتاعت كابتن ماجد بتاعت 2024 نهائي الكونفدراليه. ماشي. ودخلت احمد رفعت الله يرحمه الكوريو بتاع احمد رفعت. طب السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات ده اللي خدنا فيه الدوري، بتاعت ماتش الديربي بتاعت الدبل كوريو بتاعت البوكس. دي كانت دخله حلوه دي برضه، كانت دبل كوريو، كانت حلوه وفيها فكره يعني، كانت حلوه. ماشي يا عم عمار، السنه الجايه بقى مستني ايه من الزمالك ومستني ايه من مدرج التلاتة يمين والوايت نايتس؟ ان شاء الله نكسب دوري ابطال افريقيا يا رب، ده طموح كل جمهور الزمالك. والمدرج يبقى زي السنه دي منظم وكل حاجه منظمه فيه، ونبقى زي كل سنه ان شاء الله هنبقى احسن. ان شاء الله يبقى الزمالك احسن ودايما نبقى متقدمين، وان شاء الله ربنا يكرم الزمالك السنه الجايه بالبطولات، ومدرج التالتة يمين والوايت نايتس مش محتاجين كلام ان شاء الله يعني. شاء الله. السنه الجايه نبقى احسن. ماشي يا عمار، انا انبسطت قوي ان انت كنت معايا النهارده، يا رب انت كمان تكون انبسطت يعني. انبسطت. تمام. تمام يا عم عمار، خليكم معانا عشان لسه عندنا ضيف جديد. الضيف الثالث هو عمرو وائل. ازيك يا مورا؟ الحمد لله. عامل ايه يا عمور؟ اخبارك ايه؟ مبسوط ان انت معايا. شفت بقى احنا بنبقى قاعدين في الاستاد، اخر مره شفتك كان ماتش سيراميكا. كنا قاعدين بنتنطط ونشجع، بص، والنهارده وانت موجود معايا. انت مبسوط؟ جدا. هو ده المهم. يلا عرفتني بنفسك بقى. انا عمرو وائل، عندي 14 سنه وفي تانية اعدادي. نجحت وجبت نتيجه حلوه. باباك قال لي على فكره. طيب ماشي كويس يا مورا. قول لي بقى، احكي لي بقى حكايتك مع الزمالك. بقيت زملكاوي من امتى؟ وانا صغير كان مثلا عندي 6 سنين او حاجه، كنت اتفرج عليه في البيت ما بروحش استاد. بدات اروح الاستاد بقى قريب دي كان من 4 سنين تقريبا بالصدفه. انا فاكر، اصل انا فاكر الماتش ده ان انا ببص اللي هو لقيت باباك بيخبط على كتفي، اللي هو ايه ده انت موجود ومين ده؟ قال لي ده مورا. انا فاكر انا كان من حوالي 4-5 سنين صح كده؟ طيب كنت حاسس بايه بقى يومها او بعد لما الماتش خلص وروحت البيت؟ يعني حسيت بيه ان ده اول ماتش ليك حضرته في الاستاد؟ كنت حاسس باحساس مختلف عن التلفزيون واحساس حلو يعني انت بالنسبه لك طبعا تبقى موجود في المدرج وفي الثالثه احسن من التلفزيون. عشان بتحب ان انت تفضل تشجع وتفضل مع الزمالك، اللي هو ايه، انت مش بتتفرج على الماتش قوي على قد ما انت عايز تشجع عشان الزمالك يكسب. صح؟ طيب وايه احلى ماتش حضرته بقى في الاستاد؟ يعني قريب ماتش السيراميكا بتاع الدوري. التتويج بتاع الهليكوبتر صح؟ صورت الهليكوبتر اهم حاجه. كان لازم الهليكوبتر. ماشي.
الاغاني بقى، ايه اكتر اغنيه بتحب تقولها او بتحب تسمعها عامه؟ اكتر اغنيه بتحبها الوايت نايتس وجمهور الزمالك؟ يا ليالي عودي تاني. دي كانت السنه مش الموسم ده، الموسم اللي فات كانت هي الاغنيه كانت هي الاغنيه اللي مكسره الدنيا دي اللي انت بتحبها. حلو كويس. طب ومفيش اغاني تانية؟ في بتاعت برضه سمعنا عم برضه هو اغنيه سمعنا عم الحدوته دي هي الترند بتاعت الموسم اللي فات، كل الناس كانت عايزه تسمع الحدوته وفي الاخر سمعنا الحمد لله. بس كده. قول لي بقى الدخلات، ايه اكتر دخلات حتى لو انت ما شفتهاش في الاستاد، يعني اكتر دخلات انت بتحبها الوايت نايت سواء قديمه او جديده؟ بتاع نهائي الكونفدراليه انا الزمالك عشان كانت في الاستاد كله. طيب حلو جدا ماشي. مستني ايه بقى من الزمالك السنه الجايه يا عمرو؟ ان شاء الله ناخد افريقيا. ماشي. بس افريقيا والدوري ان شاء الله. طيب مستني ايه من مدرج تالتة يمين ومن الوايت نايتس؟ دخلات جديده ومختلفه واغاني جديده واغاني وحدوته جديده برضه، صح؟ ماشي. كلمه بقى عايز تقولها كده من غير اي حاجه، يعني بص قول الكلام اللي على هواك للزمالك، نفسك في ايه؟ اننا دايما نبقى موجودين في الاستاد ونشجع الزمالك عشان يكسب. تمام ماشي. ان شاء الله الزمالك هيكسب طول ما انت موجود في الاستاد وطول ما احنا كلنا موجودين في الاستاد ولا الزمالك. ان شاء الله. انا انبسطت جدا ان انت كنت موجود معايا يا عمرو النهارده. انا كمان. يا رب انت كمان تكون انبسطت. في النهاية المدرج علمنا ان الاشخاص بيروحوا لكن بتفضل الفكرة. الاشخاص لو اتغيروا الفكرة والمبدأ بيفضل ثابت. اللي كانوا موجودين النهاردة ضيوفي انا في يوم من الايام كنت مكانهم، كنت بشجع بنفس الحماس والشغف. الايام اللي جاية والفترة اللي جاية هم اللي هيشيلوا المسؤولية وهم اللي هيشيلوا الراية في مدرجات نادي الزمالك. حتى لو احنا مش موجودين هم اللي هيحكوا الحكاية، هم اللي هيكملوا للأجيال اللي بعديهم، لأن هم متأسسين صح في مدرسة التالتة يمين، متأسسين في مدرسة الوايت نايتس. هم اللي هيحكوا الحدوتة وهم اللي هيكملوا المسيرة بتاعت جماهير نادي الزمالك. شكرا واشوفكم في حلقة جاية.